أكيد انتوا كلكم مستغربين أنا ليه جمعتكم هنا. فعلا يا مولاتي مستغربين، يعني بصراحة مش عارفين، خصوصا ان في كذا فارس وكذا حارس كذا شخص يعني في القلعة. بس حضرتك ناديتينا احنا مخصوص في اي مشكلة في اللي احنا بنعمله يعني حضرتك، او مثلا حاجة في المطعم، او حاجة حابة تأمني عليها زيادة في القلعة. ممكن نعملهم على طول، بس هو واضح ان في حاجة مهمة. هي فعلا حاجة مهمة ومهمة جدا. خلينا ندخل في الموضوع على طول. في مهمة أنا لازم أنفذها ولازم أعملها وأطبقها كويس جدا، عشان كده أنا بطلب منكم إنكم تساعدوني فيها. المهمة اللي هعملها هي إني هقبض على ناصر الخديوي. إيه؟ ناصر؟ ناصر الخديوي؟ أه، كابوس 20 سنة؟ أيوة، هو ده، وأنا هقبض عليه. أكيد انتوا عايزين تجيبوا حقكم ولا مش عايزين؟ لو مش عايزين خلاص، بس أنا هجيب حقي. أكيد عايزين، بس هو حضرتك ايه اللي بتقوليه ده؟ حضرتك عايزة تقبضي على ناصر؟ مش معقول، بس دي حاجة صعبة جدا يا مولاتي، يعني يعني مش عارفة اشرحها ازاي، بس حضرتك مش هتقدري يعني. تخيل حضرتك تروحي له كده هيكشفك وكل حاجة هتحصل ممكن يعمل أي حاجة، يعني ده ناصر. ما أنا مظبطة كده خطة ومالك عارفها، بس هي الخطة مش سهلة، ومع ذلك مش اللي هو الخطيرة، بس عايزة تركيز، ومش عايزاكم بقى تشغلوا الغباء بتاعكم ده كده، لا عايزاكم تكونوا مركزين كويس جدا، لأن لو المهمة فشلت يبقى احنا رحنا فيها. فركزوا معايا، وكل اللي انا هقوله مهم جدا. بجد يا مولاتي الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده ما يدخلش العقل، وصعب جدا قوي ان احنا نقبض على حد زي ده، خصوصا ان هو متنكر وبيخلي نفسه في اشكال ناس مختلفة وبيغير هويته، ومعاه اكتر من بطاقة باكتر من اسم، وممكن باي طريقة تتهميه ان هو شخص معين يطلع بطاقة بهوية شخص تاني، و خلاص خلص الموضوع كده. انت بقيتي انت اللي في القضية وعايزة تلبسيه مشكلة، وحضرتك اللي هيتقبض عليكي. فيعني خلي بال حضرتك المهمة دي مش سهلة. ما انا عارفة انها مش سهلة، وانا ما قلتش انها سهلة، وفي نفس الوقت ما قلتش انها هتكون من اخر المستحيلات. قلت ركزوا، لو ركزتوا كل حاجة هتكون تمام، وما فيش حاجة هتبقى صعبة علينا. اولا التنكر. التنكر هو اهم حاجة هنعملها. اكيد كل مهمتنا اللي هنحتاج ان احنا فيها نعرف معلومات عن ناصر، وان احنا نراقبه وكده، او ان احنا نزوره، لازم نكون متنكرين. خلينا نبدأ خطوة بخطوة. الخطوة الأولى إنكم هتفضلوا في القصر مراعيين أي حاجة، لحد يدخل لحد يطلع لحد يسأل ولا أي حاجة ممكن إنها تحصل. اتعاملوا عادي جدا كأني موجودة، واوعوا تسمحوا لأي حد يدخل، واللي يجيلكم ويقول لكم عايزين نقابل الأميرة، عايزين نعرف عنها أي حاجة، قولوا لهم إن الأميرة مشغولة وما تقدرش إنها تقابل أي حد. الخطوة التانية إن أنا ومالك هنروح علشان خاطر نروح السجل اللي هيكون موجود فيه عن هويات كذا شخص، وايا كانوا مكانهم وساكنين فين ومختلف الحاجات دي. فاحنا هنروح وهنعرف مكانه، وبعد ما نعرف مكانه هنكون استخدمنا الحاجات اللي انا جبتها، ازياء تنكرية وادوات نقدر ان احنا نستخدمها عشان نتنكر ومحدش ياخد باله مننا. عرفتوا المهمة؟ عرفنا يا مولاتي. كويس انكم عرفتوا. اعتقد ان المعلومة وصلت وكل خطوة عرفناها. من بكرة الصبح هتبتدي المهمة بتاعتنا، عشان كده عايزة كل واحد فيكم مش مستعد للمهمة يبتدي يجهز نفسه ويستعد للمخاطر اللي جاية، لان اللي جاي هيبقى تقيل. صباح الخير. صباح الخير يا مولاتي. عاملة ايه؟ واضح ان حضرتك لسه صاحية، وواضح ان حضرتك متحمسة للمهمة بتاعت النهاردة. ايوه طبعا متحمسة، انت بتقولي كمان الحراس مأديين دورهم كويس جدا، واضح ان هم عايزين يجيبوا حقهم، بس شكلهم خايفين، مش عارفة ليه.
الحقيقة يا مولاتي إن كل حاجة ليها مخاوفها، وإن أشجع خلق الله بيكون له مخاوف. الأسد ممكن حاجة بسيطة خالص، بصي مع إن الأسد يعني ملك الغابة ومعروف عنه إن هو شخص. بصي يا مولاتي، الصراحة كل حاجة ليها مخاوف، حتى أشجع خلق الله ممكن يكون له مخاوف. الأسد اللي بيتلقب بإيه؟ ملك الغابة، أبسط حاجة وأصغر حاجة ممكن تخوفه. الفيل الضخم اللي بيهجم على أي حاجة وما بيخافش من حاجة. الفار اللي أصغر من ضفر رجله بيخاف منه. فخليكي عارفة إن أشجع ما في الكون أكيد له حاجة بتخوفه. فهم عايزين يجيبوا حقهم، وعناويين يجيبوا حقهم، وكمان عندهم الشجاعة يجيبوا حقهم، لكن مع ذلك خايفين على نفسهم. هم مش خايفين ان هم يعني مثلا تحصل حاجة، مثلا هم حضرتك عاجبهم كده، هم خايفين ان هم يتسجنوا ويحصل لهم حاجة. هم عايزين يجيبوا حقهم. فاهماني؟ اكيد طبعا فاهمك يا مالك، دي حاجة ما تتفهمش. اكيد ان اي حاجة هيكون ليها مخاوف، وبعدين احنا خطتنا لازم تمشي كويس جدا. عموما خلينا نبدأ خطتنا دلوقتي. هجيب الملابس التنكرية وهنلبسها، وبعديها المهمة هتبدأ. بس لما المهمة هتبدأ خليك عارف ان مش هنترحم. ترى جبت كل الحاجات اللي هنحتاجها. دلوقتي محتاجين نتجهز، علشان غلطة بسيطة هتودينا في داهية. يلا، مستعد يا مولاتي؟ بس كده أول مهمة أو تاني مهمة بمعنى أصح نجحت. الحقيقة يا مولاتي إن تاني مهمة سهلة وبسيطة، بس معلش هي فين أول مهمة؟ هي مش دي المفروض تكون أول مهمة؟ أول مهمة كانت إن أنا أجهزكم وأقول لكم على التفاصيل ومهمتنا من بدايتها لنهايتها. هي دي أول حاجة كان المفروض إن احنا نعملها. فدي تاني حاجة إن احنا نتنكر، وهو ندخل على تالت حاجة، وهو إن احنا نطلع من القلعة ونروح على سجل اللي هو حاجات يعني في سجل كل شخص وكده، يعني مركز سجلات وكده. يلا بقى مش عايزين نضيع وقت. خلاص يا مولاتي المفروض ان هو قدام كده شوية استجل. مع عموما انا هستنى حضرتك هنا، ولو كده حضرتك قدمي قدام، وكل معلومة تعرفيها بيقولها لي لما تطلعي. خلاص تمام ماشي، مش هتأخر ان شاء الله. هدخل اي معلومة هعرفها هطلع اقولها لك على طول. وطبعا اول ما هعرف العنوان واعرف اهم الحاجات هنتجه على طول. زي ما بقولك خطتي لازم تخلص. صدقني يا ناصر، أول ما أعرف كل حاجة هتكون نهايتك، علشان تتعلم إنك تمد إيدك على حد عليا، على حد من عيلتي. مساء الخير، مساء النور، نورتينا. ثواني، مش معقول، هو حضرتك الأميرة مرام؟ معقولة حضرتك هنا في السجل بتاعنا؟ أيوة أنا. عموما يعني انا كنت عايزه اعرف بس شويه معلومات بسيطه يعني مش اكتر. اكيد دي حاجه تشرفني جدا. اتفضلي حضرتك. انا عارفه ان طلبي هيبقى غريب شويه، بس ممكن اعرف مكان ناصر الخديوي؟ ايه؟ ناصر الخديوي؟ معقوله حضرتك بتسالي عليه؟ اه، انا عارفه ان اللي بسال عليه غريب، بس حاجه مهمه يعني لو امكن اعرف. اكيد يا مولاتي. بعد اذنك بس. اكيد. هشوف لحضرتك. الحقيقة اني دورت، و ناصر الخديوي ساكن في شارع الشريف، في شقة كده، هي الشقة كده الوحيدة اللي في الشارع كده كله، اللي مش عمارة يعني،
شقة كده بسيطة بحديقة كده، وهو ساكن فيها. بس خلي بال حضرتك، ممكن يتنكر بأكتر من هوية. بس هو عمل حركة غبية شوية، ان هو بكل الهويات حاطط نفس الصورة، فحضرتك هتعرفيه على طول. يعني في مرة هتلاقي بيقولك اسمه اسماعيل، ومرة يقولك اسمه أدهم، مرة يقولك اسمه ناصر، كل مرة هيقولك اسمه شكل. فخلي بال حضرتك بقى. خلاص تمام، شكرا انك قلتيلي على معلومة زي دي. لو ما كنتش اعرفها كان ممكن اشك في نفسي. عموما شكرا يعني. العفو، انا ما عملتش حاجة. عرفت اخيرا كل حاجة عن ناصر. دلوقتي هقدر انتقم ليا وللفستان والبابا. ايه الاخبار يا مولاتي؟ عرفتي ايه عن ناصر؟ اي حاجة جديدة؟ عنوان؟ اي حاجة؟ ايوه طبعا عرفت كتير. اولا عرفت ان هو ساكن في الشارع الشريف. ثانيا عرفت ان هو ساكن في الشقة الوحيدة اللي هي مش في عمارة، اللي هي بالظبط كده في نص الشارع، وفيها حديقة واسعة وخضرة. أعتقد إنك عرفتها، إن احنا عدينا عليها كذا مرة واحنا رايحين للقلعة. المهم يعني فاحنا هنروح عليها دلوقتي، بس لازم نخلي بالنا إن هي المسافة من هنا طويلة شوية، بس لازم نأدي مهمتنا. عموما عشان تبقى عارف احنا لما هنقابله هنقول ان احنا جيران جداد وكده، يعني ساكنين في ال هنقول ان احنا ناس جديدة يعني في عمارة جديدة، وحابين نتعرف على الناس، وقالوا لنا ان هنا في شخص كويس حابين نتعرف عليه والكلام ده يعني. تمام، يعني نتعامل على انك جاره. فكرة ذكية جدا يا مولاتي. خلاص تمام، خلينا دلوقتي. ايه ده؟ مين اللي بيخبط عليا دلوقتي؟ غريبة، بقالي فترة محدش خبط عليا. مين اللي هيجي ويسأل عني يعني؟ ده انا ناصر. غريبة. طيب خليني كده اطلع واشوف مين اللي بيخبط. ايوه جاي. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. احنا جيران جداد هنا، والصراحة كذا حد قال لنا ان احنا عشان يعني جداد وكده لازم نعرف اكتر عن العمارة ونعرف عن الجيران، حتى الناس اللي بيوتها قريبة مننا نتعرف عليهم وكده. ولقينا شقة حضرتك لوحدها، فقلنا يعني نستسهل واول حد نيجي نسلم عليك حضرتك. احنا جداد يعني في الشارع، وكنا ساكنين في حتة بعيدة، والصراحة حبينا نعرف حاجات اكتر عن الشارع هنا وجينا نسكن هنا. فبس بقى، اقدر اتعرف على حضرتك اسمك ايه؟ انا انا اسمي استاذ اسماعيل، ساكن من هنا بقالي فترة. اوه، استاذ اسماعيل. اوكي، ده كان من ضمن الحاجات اللي قالتها لي البنت لما كنت في استجل. كويس كويس. بس يعني هو حضرتك متأكد؟ ليه يعني مش هبقى عارف اسمي ولا حاجة؟ آسف. مم، الصراحة أنا برضو في اسم تاني بيناديني بيه يعني بعض الناس، ناصر. بس يعني وأنا اسمي حقيقي إسماعيل. حلو. كذاب، اسمه الحقيقي ناصر ومستعار هو إسماعيل. آه طيب ماشي، واحنا ممكن ندخل مع حضرتك يعني نشرب كده كوباية الشاي قاعدة يعني؟ ايه؟ طيب ماشي، اتفضلوا. الخطة ماشية زي العسل. كويس، علشان خاطر لازم كده فعلا الخطة كده تمشي كويس. بعد اذن حضراتكم هقوم اعمل الشاي. كويس ان هو قام. بقول لك ايه يا مالك، احنا لازم نعمل حاجه مهمه جدا جدا. انت دلوقتي حاول تشغله باي حاجه تخليه ما يخلص الشاي بسرعه، وانا هدخل الاوضه بتاعته وهشوف بقى كده اي حاجه هو مخبيها، او اي شنطه، اي كلام على التليفون، اي حاجه يعني. ولازم بقى اني ابقى مخليه بالي خالص كده. فحاول انك تشغل باله بحيث ان هو ولا يشوفني ولا يعرف اني اصلا في اوضته. خلاص تمام، حاول تشغله بقى تقوله حضرتك عامل ايه، ووريني ازاي
تعمل شاي، وزن سكر زيادة، مش عارف ايه الكلام اللي هو ده. حاول تسايسه على بال ما اجيب الحاجات وكده، اوكي؟ بس المهمة دي صعبة شوية. عموما ماشي. لا ما تقلقش، ان شاء الله كل حاجة تمام، انت في ايد امينة. قوم دلوقتي ونفذ المهمة. خلاص ماشي.